السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص بقى خلاص كده اخر فيديو في مجمع الشامل، هنختم بالحاجات القمر دي. ده طبعا قسم العطور ومستحضرات التجميل ومستلزمات العناية الشخصية. ده خلاص اخر قسم كده في المجمع ده، من ورا خالص طبعا. بعد قسم الأقمشة والملابس والألعاب، ده من ورا خالص اخر حاجة بقى ايه في القسم. ما تنسوش طبعا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وكمان تفعلوا الجرس. يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا بعد ما خرجنا من قسم الأقمشة هنا هنلاقي طبعا العطور. أول حاجة طبعا العطور. أي قطعة ب5 ريال. طبعا هنا الحاجات كوبي، يعني هي ريحتها حلوة، في حاجات طبعا ريحتها جميلة جدا. بس طبعا الثبات بتاعها ما بيكونش زي اللي هي الأصلي طبعا. كمان فينا تجربة لو عايزة تجربي قبل ما تفتحي، يعني لما تاخدي الحاجة ممكن تجربيها. هنا الشامبو والشاور بتاع الأطفال. هنا طبعا حمامات كريم للشعر كده. ده طبعا الكريم ده لفت انتباهي، كنت فاكره ان هو سودو كريم، طلع التقريب بتاعه نفس الشكل العلبه بالضبط، بس مكتوب عليها سودو كول. دي تقريبا ماسكات هنا طبعا قسم خاص كله توك واكسسوارات. اي توكة هنا ب5 ريال، في حاجات بتبقى توكتين كده مع بعض، بس التوك دي كلها ب5 ريال. هنا بقى الاكسسوارات تقريبا خاصة بالاطفال. هنا التوك بقى اللي هو السورتيت والطوق، حاجات حلوة قوي، شكلهم شيك جدا. هنا اي كارت بقى ب5 ريال، بتبقى عليه قطعة واحدة، في مثلا يبقى عليه قطعتين زي ده كده. دي منامات، دي كلها العين بالقطعة. دي طوق طبعا الاستك بتاعت الشعر. ده تاتو تقريبا. ده القسم ده خاص كله بالسبرايهات والبادي سبلاش المعطرة للجسم. حاجات ريحتها قوي على فكرة، ريحتها حلوة جامدة جدا، يعني مكنتش عارفة ان هي ريحتها حلوة كده. طبعا في روايح كتير بقى، دوري لحد ما تلاقي ريحة مناسبة، مش كلهم طبعا حلوين، في حاجات بتبقى ريحتها خفيفة كده. ده طبعا البادي سبلاش، في حاجات ريحتها طبعا حلوة فيه، وفي حاجات خفيفة يعني. ده الديودورنت يا بنات، طبعا منصحش بيه لان حاجات كلها تقليد. ده معطر مفارش تقريبا ومعطر جو. ده برضو بادي سبلاش تاني، برضو في طبعا كميات كبيرة. دي كلها بخور. في البخور اللي هي الباودر دي، وفي الاعواد دي كلها طبعا بالفحم، بتشتغل بالفحم يعني، مش اللي هي الاعواد. ده الواكس او الشمع بقى، مش عارفة هو كويس ولا لا. دي كلها تقريبا جل للشعر او حمامات كريم للشعر. دي شنط، بس طبعا خامتها خفيفة خفيفة، بلاستيك كده، عاملة زي الاكياس بلاستيك. دي مستلزمات الهدايا واعياد الميلاد والشنط بتاعت الهدايا، في اشكال واحجام مختلفة.
الحجم الصغيرة دي بتبقى كذا شنطة مع بعض، يعني دول مش شنطة واحدة، بيبقى حوالي 5 قطع. الكبيرة بتبقى قطعة واحدة بس. ده بقى فرش للشعر. وهنا بقى في مرايات وفي كده مستلزمات تجميل يعني. دي بقى مرايات وفرش للشعر وكده. هنا ضوافر، دي تقريبا 20 قطعة. في طبعا اشكال كتير والوان حلوة قوي، تقريبا اغلبيتها متاخده. بص، اي حاجه تبقى خلصانه اعرفوا ان هي كويسه واخدوا منها، يعني في حاجات بتبقى قاعده زي ما هي، في حاجات بتبقى خلصانه. هنا الضوافر كلها خلصانه تقريبا، الالوان الحلوه كلها خلصانه. دي رموش برضو اكتر حاجه كانت متاخده منها اللي هي هدى بيوتي، طبعا ده الكوبي بتاعها. هنا الشفرات دي اكيد مش كويسه يعني. دي بقى مرايات يا بنات خطيره بجد، حلوه قوي وعمليه كده، صغيره تحط في الشنطه للخروجات يعني، حلوه. دي طبعا ناحيتين، في ناحيه بتكبر وناحيه عادي الطبيعه بتاعت المرايه العاديه يعني، في ناحيه بتكبر. ده هنا طقم اكوادور، 2 لون مع بعض معاهم اسيتون. في طبعا الوان كتير قوي، لونين مع بعض مختلفين. دي حنة للشعر، دي حنة للإيد، دي اللي في منها كذا لون، في الحنة الحمراء والبني وفي اللي هي لونها اسود. دول قطعتين مع بعض، بس دول مش بالقرطاس كده، تقريبا زي معجون يعني. طقم بيوتي بلندر ده 4 قطع مع بعض، 5 ريال. دي مرايات، بس دي على فكرة اخف من التانية، ده عامل دي الميك اب، التقليد بتاع غارنيه تقريبا، ناس بنشات للميك اب. ده البكر سوق، ودي مستلزمات الخياطة، في علبة كده فيها كل المستلزمات الخياطة، إبر وفيها كذا كده لون فتلة مع بعض، خيط يعني. دي كريمات بقى ترطيب للإيد وللجسم وكده، بس ده كله تقليد طبعا يعني، أسامي كده غريبة يعني، مش الأسامي المشهورة اللي احنا عارفينها. هنا الصابون، في 3 قطع ب5 ريال، في 6 قطع برضو ب5 ريال على حسب بقى نوع الصابون. في الديتول القطعتين مع بعض ب5 ريال، في برضو نوع ديتول قطعة واحدة. ده معجون أسنان أي قطعة ب5 ريال. هنا شامبو للشعر، وفي شاور برضو، في لوشن، في زيوت برضو، وفي بلسم، دي كلها للشعر. ده لوشن تقريبا، بادي لوشن، مرطب للجسم، ريحته حلوة على فكرة. هنا بقى اخد قسم بقى، ده خاص بالالعاب، اي لعبة هنا ب5 ريال، العاب حلوة قوي بتنفع هدايا. طقم كده سفرة مع بعض كراسي وعليه اكلات حلوة قوي، ب5 ريال. هنا طقم الدكتور تقريبا. في العاب كتيرة قوي، انا ما عرفتش اصور كله طبعا، في ناس بتبقى هناك بتشتري فما بعرفش اصور. بس كده، ده ان شاء الله اخر القسم بقى اخيرا. معلش كانت الجولة طويلة شوية، بس حبيت اخلص بقى لان ما حبيتش انزل فيديوهات تانية بخصوص مجمع الشامل. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ان شاء الله استنوا، هنزل فيديوهات تانية كتيرة في اماكن مختلفة. بس كده، مع السلامة.